صباح الخير، معكم كوتش سلمى. اليوم قريت واحد المقولة اللي زوينة كتقول: لدغ العقارب لم يكن لعداوة بل لأمر تقتضيه الطباع. بمعنى أن كاينين بعض الناس في حياتنا، سواء عملناهم زوين سواء عملناهم خيب، هما في الأخير كيأديونا. يعني ماشي خاصنا نبقاو نأنبوا ضميرنا علاش درنا معاهم مزيان واداونا، وندخلوا في ديك الصدمه وديك التساؤلات اللي ما عندها باش تفيدنا بحتى شي حاجه. والامر كله هو ان دوك الناس كما العقرب بالطبيعه ديالها انها تلدغ، يعني سواء شربتيها الماء سواء وكلتيها من بعد غتلدغك، حيت هذيك هي الطبيعه ديالها. كذلك كاينين بعض الناس في حياتنا اللي كيكونوا هذيك هي الطبيعه ديالهم، يعني سواء كنتي درتي معاهم المزيان او الخيب فهذيك هي الطبيعه ديالهم، اللدغ والغدر. فهاد المقوله كتعلمنا حكمه زوينه في الحياه، اننا ما نحقدوش، ما نبقاوش نتسائلوا ونتجاوزوا الامر وما ناخذوش المساله بصفه شخصيه، بالعكس ما يبقاش فينا الحال ونخليو هذوك الاشخاص ورانا ونمضيو في الحياه ديالنا. بمعنى ما نحقدوش على عقرب قرصاتنا، حيت هذيك هي طبيعتها.